كأس العالم أوشك على الانتهاء، واحتفلنا وخلصنا الاحتفاليات بتاعت مصر في كأس العالم، وسيادة الرئيس استقبل المنتخب وعملنا حفلة في استاد القاهرة. فأنا قلت استنى لحد الدنيا ما تهدى كده عشان أتكلم على مصر في كأس العالم. وخليك متابع على اليوتيوب لأن فلوجات استادات العالم مع فوزنيني لسه مكملة، وأنا وعدك إن أنا واخد بوز بس في كأس العالم، وأول كأس العالم ما يخلص هتلاقي الفلوجات ماشية ورا بعض ولسه الجيف اويز، فخليك مكمل. طيب تعالى نتكلم عن منتخبنا الوطني في كاس العالم. انا حابب اتكلم عن نقط كتيره قوي، فهتكلم عن اختيارات حسام على وجهه النظر في كابتن حسام حسن، في سياده اللواء حسام حسن، وهتكلم عن سياده اللواء حسام حسن ذات نفسه، دي النقطه اللي انا هبدا بيها. وهتكلم على ماتش الارجنتين وكم نقطه كده، بس الاهم مصر بعد كاس العالم، ودي اللي انا هخلص بيه الكلام. لو هبتدي بسياده اللواء حسام حسن، فانا تاني زي ما صورت واللي متابع على الانستجرام وعلى الفيسبوك شاف وقلت ان انا من المرات القليله قوي او من زمان قوي ما كنتش فخور بمدير فني بتاع منتخب مصر، لان سياده اللواء حسام حسن انا في الفيديو ده قررت ان انا ارقيه من عميد للواء. استغل منصبه اللي هو مدير فني منتخب مصر، والمنصة اللي هو فيها اللي هو كان مؤتمر صحفي قبل مباراة دور 16 في كاس العالم قدام الأرجنتين، وهي الفرق الأكثر مشاهدة أو واحدة من الفرق الأكثر مشاهدة في كاس العالم، عشان فيها ميسي بالذات في أمريكا، والهايب بتاعت ميسي في أمريكا عشان هو بيلعب في الأملس، فهي حاجة متشافة. والراجل قرر ان هو يتكلم، وقرر ان هو للحظة ما او لكام دقيقة يحط الكرة على جنب ويحط البطولة على جنب، ويتكلم على القضية الفلسطينية ويتكلم على الإنسانية، ويهاجم كل الرؤساء او كل المسؤولين في العالم. وطبعا كلكم شفتوا المؤتمر، وقالها بكل جرأة وبكل قوة وعار عليكم، والراجل ما سكتش واتكلم، قال مرة واثنين وثلاثة. وحتى بعد خسارة مصر من الأرجنتين والصحفي وهو بيسأله هل تصريحاتك على فلسطين هي، ورفعك طبعا للعالم بعد ما كسب ماتش أستراليا، الراجل جري بعلم فلسطين وعلم مصر، فهو رفع العلمين جنب بعض. قال له هل انت شايف ان ده سبب ان انت اتظلمت تحكيميا في الماتش؟ الراجل ما ردش على السؤال، ورجع تاني اتكلم في القضيه تاني، وقال لك انا بتكلم من منطلق انساني وهقول تاني. وعجبني برضو قوي التصريح وهو بيقول لك طب انتوا لما قعد يقول لك نوت فير، وقعد يقول لكم طب انتوا ما فيش فير في الدنيا، ما فيش فير في الكوره كمان. عجبني جرأته، عجبني قوته، واحنا طول عمرنا عارفين حسام حسن شخصيته قويه، بس انا عجبني مش عشان حسام حسن، عجبني لان هو ده مدير فني منتخب مصر، ورفع علم مصر جنب علم فلسطين، وقال موقفه، وهو بيتكلم باسمنا لان ده مدير فني المنتخب بتاعنا اللي بيمثلنا في اكبر بطوله، وهقولها تاني زي ما قلتها على الانستجرام، دي اكبر بطوله في الدنيا. يعني كاس العالم ده اكبر محفل رياضي لان هو الاكثر مشاهده، اكتر من اي بطوله تانية، اكتر من الاولمبياد اللي فيها كل البطولات اللي في الدنيا، اكتر من اي حاجه تانية، اكتر من السوبر بول اللي هم بيتكلموا عليه في امريكا، اكتر من اي حاجه. وعجبني موقفه، على قد اللي هو يقدر يعمله، واستغل مكانه، استغل منصبه، استغل المنصه اللي هو عليها، فده عجبني. عشان كده هو بالنسبه لي سياده اللواء حسام حسن. طيب نخش على طول بقى كده على ماتش الارجنتين. كلنا عارفين ان احنا اتظلمنا تحكيميا، وده كلام جميل قوي وكلنا شايفينه، بس يا جماعه الظلم التحكيمي ما كانش سبب خروج منتخبنا من كاس العالم. هل هو كان جزء من السبب؟ هل هو ساعد؟ كلنا شفنا الظلم اللي تظلمنا له. جون زيكو اللي هو هيثم حسن، جون اللي اتلغى، هل ده لو كان زي نصوحي ما قال كده في الفيديو بتاعه او لما على الانستجرام، هل دي لو كانت الارجنتين كانت هتتحسب؟ كانت هتتحسب لو كانت الارجنتين. بس انت كسبان 2-0 وفاضل 10 دقايق على الماتش، مهما ظلمك تحكيميا انت ما بتعرفش تعدي ال10 دقايق دول، انت كسبان 2-0، انك تلبس 3 اجوان ده كتير جدا، انت تراجعت جامد قوي. اصابه امام عاشور اثرت طبعا. تاني هعترض تاني زي على ماتش بلجيكا بوجود حمدي فتحي على الخط تاني، انا بالنسبه لي دي غلطه تانية عملها لو بنتكلم فنيا. انت لحد ما تفككت
ممكن يكون ارهاق ذهني، ارهاق بدني. انت عملت ماتش عالمي على الارجنتين لمده 80 دقيقه، انت فعلا بتلعب عليهم كوره حلوه، انت اللي حاطط اسلوبك وسيطرتك. وزي ما حسام حسن كان بيقول مع منى الشاذلي ان انا كنت في السنتين ونص اللي فاتوا بحاول ابني شخصيه للمنتخب، وبحاول ابني شكل لينا ايا كان انا بلاعب مين انا افرضه. وده ستايل مدربين، وستايل انا احبه جدا. وده ما شفناهوش في اي ماتش ولا في اي بطوله مع حسام حسن الا في كاس العالم. بغض النظر عن هو عاجبك ولا مش عاجبك، بغض النظر عن انت عاجبك طريقتنا ولا لا، بغض النظر انت شايف فيه غلطات ولا لا، وسيبك من القرارات الصغيره، احنا بنتكلم على شكل المنتخب. هو انت لحد ما كنت بتحاول تفرض اسلوبك على اي منتخب هتلعبه، وانت مش هتعرف تعمل كده قدام كل المنتخبات، ده شيء طبيعي جدا. بس هي دي الفكره، ان انت بتحاول تعمل كده، وفي نفس الوقت انت ليك شكل هو بغض النظر عن التغييرات الصغيره. تاني شكله هو ايا كان انت بتلعب قدام مين. مش في مره بلعب كره هجوميه، وفي مره بلعب كره دفاعيه، في مره انا بلعب كور طوليه، في مره بلعب على الارض، في مره بلعب، لا انت شكلك هو. وحسام حسن نجح في ده. فانت عملت ماتش على الارجنتين حلو قوي، ماتش قوي جدا، مش عايز اخش في فنيات الماتش قوي. بس تاني ما تقدرش تشيل اللوم من عليك انت، ان انت رخيت جامد قوي، تراجعت جامد قوي، غلطت جامد قوي. جون انزو فرنانديز، ياسر ابراهيم ساذج قوي. ممكن يكون ممكن احطها، ممكن تقولي احطها تحت بند الارهاق البدني والذهني، لان مجهود ذهني كبير قوي على مدار الماتش انك تلعب قدام الارجنتين ماتش زي ده بالذات، ان هم بدنيا اقوياء جدا، فانت تعبت. ممكن اتفهمها بغض النظر عن السبب. بس لو قلت لي السبب الفروقات البدنيه ان هم في الاخر قدروا يمسكوا نفسهم، فتاني دي غلطتك. يعني قصدي ده عيب عليك انت، انه او ميزه ليهم هم ان هم بدنيا اقوى منك وقدروا ان هم في الاخر يضغطوا. هل هم كانوا يستحقوا المكسب؟ من رأي تاني هقول لك لا، هم ما يستحقوش المكسب. هل الحكم لو ما ظلمكش كنت كسبت؟ كنت كسبت. بس الظلمات التحكيمية دي احنا شفناها كتير قوي، وزي ما قلت برضو على الانستجرام شفناها. احنا جايين من افريقيا، اذا كنت بتتكلم على صعيد الاندية او المنتخبات، يعني اسوأ تحكيم ممكن تشوفه والاكثر فسادا، فانت متعود على حاجة زي كده. فانا تاني ما بشيلش الاخطاء التحكيمية اللي حصلت. في كور فيها وعليها، زي البينالتي بتاعت صلاح، انا شايفها بتتحسب بينالتي، ممكن تتحسب جدا بس ممكن تعدي. بس هل لو كانت ليهم كانت هتعدي؟ ما اعتقدش. حمدي فتحي دي كده كده بينالتي 100%. كور تانية كتير قوي، خد بالك برضو، اللي بيبقى داخل متربص لك ده وعايز يظلمك تحكيميا، مش لازم هيجي لك في حاجه زي بتاعه صلاح اللي هي فيها وعليها ومش هسيبها لك، حاجه زي بتاعه حمدي فتحي ويقوم جاي نايم عليها. انما على مدار الماتش مش هيعمل كوارث، انما هيعمل زي ما هو عمله. الارجنتين بتلعب ماتش بدني قوي قوي، بيضربوا جامد قوي 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 قوي، تدخلات عنيفه جدا، ويقدروا يسيبوا لعيبه. واللعب البدني ده هو اللي اصاب امام عاشور، لان هي اصابه عضليه، وما طلعش ولا انذار. ماتش زي ده هو يطلع له على الاقل 5-6 انذارات، ان ما كانش يطرد منهم، لان ممكن واحد يخش له انذار في الثاني. الانذارات تفرق جدا على مدار الماتش، لان انا لو من اول ماتش داخل بضرب فيك والحكم ما طلعش ولا انذارات، فانا هخش واضرب تاني. زائد ان الانذار بيخلي اللعيب متوتر، يخاف ان هو يضرب، يخش تدخلات جامده تاني لا يطرد، وده البديهي. فهو ما كانش بيطلع اي كروت ليهم، ودي كانت حاجه واضحه جدا، فتقول لي لا الحكم وغلطات عاديه، لا كانت حاجه واضحه جدا. وفكره وجود الارجنتين في البطوله، سيبك بقى من الصهيونيه ومش عارف ايه والكلام كتير قوي اللي سمعناه ده، وده كلام مسيس قوي، انما هو بيسيسوا الكوره، دي حاجه احنا عارفينها. وان الدوله الارجنتينيه يعني ليها علاقه بالصهيونيه وبتاع، ده شيء حقيقي، وبخشوا اتفرجوا والكلام ده، يعني كلام احنا عارفينه، وانا عارفه من قبل البطوله. يعني سريعا كده لو هخطفها سريعا كده، اقلها طبعا انا مش عايز اقول ده على مدار تاريخهم، بس انا بتكلم في حكومتهم دلوقتي. رئيس الجمهوريه بتاعت الارجنتين ده ابن عم نتنياهو، ده بجد مش سف مش افيه يعني. فسيبك من القصه دي، مش عايز اتدخل في القصه دي، بس سيبك من الكلام ده، لان حاسس مش حاسس ان هو ده الواقع. حاسس ان الاوقع بيقول ان اعلاميا وماديا فلوس ميسي، وجود ميسي في نص نهائي كاس العالم مهم قوي، مهم جدا بالنسبه لهم، تسويقيا واعلاميا. وديك شفت انا بصور الماتش ده امبارح، اسبانيا كسبت فرنسا. بنتكلم على الاربع فرق اللي موجودين، كلهم من الاربع فرق اللي كانوا مرشحين، او من الاربع فرق اللي ليهم باعة اعلاميه قويه، غير لما يكون في مثلا منتخب زي مصر في نص النهائي.
هتعمل ضجه وهتعمل بس وجود ميسي حاجه تانية. فهو بالنسبه له تاني اسبانيا تبقى موجوده، حتى فرنسا لو كانت كسبت تبقى موجوده، الارجنتين تبقى موجوده، انجلترا تبقى موجوده. اعتقد بالنسبه له هو ده الاهم. والنهائي ادينا بنتكلم في اسبانيا قصاده يا ارجنتين يا انجلترا. فاعتقد هو ده اللي بيتكلم فيه. وكمان حاجه هكملها لان هو تاني هو الموضوع مادي بحت، فلوس بحت. وهم عشان كده بيبوظوا الكوره. فكره الهايدريشن بريكس دي، عايز اقول لك ان في واحد عمل زي ستات كده وجاب افريج سعر الدقيقه في البطولات الكبيره، وخد ريفرنس السوبر بول والبطولات اللي شبيهه بكده واللي هي كاس العالم. خد ريفرنس سعر الدقيقه وحسبها على عدد الماتشات اللي مضاعف، عشان احنا بنلعب 42 فريق، والهايدريشن بريك اللي عملها اللي هي دقيقتين مرتين في الماتش. بيور انكم داخله لهم بس من الهايدريشن بريكس والاعلانات اللي في الهايدريشن بريكس دي بتتكلم في حوالي 250 مليون دولار، ربع مليار بس من الهايدريشن بريكس. انفانتينو امبارح كان بيقول ان هو عايز يخلي الهاف تايم ما بين الشوطين في النهائي نص ساعه عشان يعمل حفله في النص. فهي دي الفكره، بيبوظوا الكوره يعني. فده جزء منها. عايز بقى اقول على حاجه مهمه جدا 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 كده، ودي في دماغي بس ما كنتش عارف اصيغها في كلام من زمان. بس في واحد اسمه رضوان بيعمل فيديوهات وقالها كده وعجبتني قوي. قال لك دلوقتي لما الموضوع بيبقى بالشكل ده في كاس العالم، ان انت في ماتشات بتخسر عشان الماتشات الموجهه بشكل عام، هو ما قالش كده نصا بس ده بما معناته يعني، الماتشات الموجهه بشكل عام بتفقد معنى البطوله، ملهاش لازمه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كاس العالم ده دلوقتي اللي بيكسبه اقوى منتخب في العالم، صح؟ لما انت تعمل كده ما بقاش اقوى منتخب في العالم بيكسبوه، فالكاس نفسه ما بقاش ليه لازمه. قال لك ده زي دلوقتي احنا اتفاق ما بيننا، احنا دلوقتي كلنا هنروح نلعب بعض، واقوى واحد فينا هيكسب هديله ازازه الميه دي، او هديله الكاس ده، او هديله البطوله دي. لو انا اللي بحكم وعمال اكسب صاحبي فالكاس ده ملوش لازمه، اتفاق ما بيني يا عم، سيبك من البطوله ملهاش لازمه، مش هلعب معاكم تاني. فاهم قصدي ازاي؟ بتفقد معناتها. وشبهها باقوى تشبيه بالنسبه لي واقعي قوي، وهو البالون دور. انا في اخر 3 4 5 سنين ما بهتمش بالبالون دور، بجد مش فارق معايا البالون دور. قبل كده كنت تسالني كل سنه انا فاكر مين البالون دور، اسالني 10 سنين فاتوا انا فاكر مين البالون دور. دلوقتي هتلخبط. فاهم قصدي ايه؟ عارف عشان متابع عشان الاخبار، انما مش بقتش مركز، بقتش مستني البالون دور. انا كنت بستني يمكن بحب المحفل، كنت بحب اتفرج عليه وكل حاجه. حتى اول سنه لما انفصلوا تاني البالون دور مع ذا بيست كان عاجبني ذا بيست اكتر، كنت حاسس ان هم اوقع شويه. والسنه دي تقريبا اعتقد دي كانت اول مره ذا بيست، لما اول مره من قريب يعني في الفتره الاخيره لما صلاح طلع الثالث، كانوا بالنسبه لي الكرايتيريا بتاعتهم اوقع. بس بقت تفقد معناها لان هي بقى تاني الموضوع مادي اعلامي بحت. فانت ما بقتش فارقه معاك قوي البطوله دي، بقيت دلوقتي تقول لي مين معاك بالون دور، مش فارقه معايا فعلا. يعني بالون دور ما بقتش تقيم من الافضل غير زمان، بالون دور فعلا رايحه للاحسن. فاهم قصدي ايه؟ بنسبه كبيره الاعلانات والسبونسرز الفلوس بتخش فيها، بس مش زي دلوقتي. ودلوقتي لما تيجي تقول لي يعني مثلا لعيب زي مودريتش معاه بالون دور، مودريتش طبعا اسطوره ومن الافضل في التاريخ في مركزه، بس مش عشان هو معاه بالون دور يبقى هو احسن من لعيبه تانية كتير معاهاش بالون دور. فاهم انا بحاول اقول لك ايه؟ ومعرفش ال7 8 بالون دور اللي مع ميسي، لا ما يستحقهمش كلهم، وفي سنين خدها ميسي لا يستحقها، مع ان تاني ميسي فنيا لعيبا هو الافضل في التاريخ، انما لا كتير قوي برضه بياخدها كده يعني. فاهم قصدي ايه؟ فده عن الارجنتين وعن كاس العالم. مصر بقى منتخبنا الوطني اوفرول عجبني، بس تاني يا جماعه بلاش نتغاضى عن الغلطات اللي عندنا، لان في غلطات فنيه على مدار البطوله. التغييرات كان فيها شويه كلام. بالنسبه لي ماتش بلجيكا في 10 دقائق ربع ساعه كده لعبناهم كانوا يقرفوا، اللي هو حمدي فتحي راح اتلمى فيه على الخط، وهو ده اللي انا كنت من الحاجات اللي كنت بتكلم عليها. بس تاني انت ما بتاخدش 100% من كل حاجه، في النهايه تشوف انت كنت فين وبقيت فين. كاس الامم انت كنت تقرف وادائك يقرف، انا بتكلم فنيا شكلك ادائك دلوقتي انت شكلك حلو، منتخب قوي ولعبت على صعيد بطوله اقوى وعملت نتائج احسن.
بس انا عايز اقول ان انا لما خرجت من ماتش بلجيكا برضو صورت وقلت ان انا كنت زعلان قوي بعد الماتش، انا كنت عايز اكسب، كنت زعلان قوي من التعادل. ففي حد من الكومنتس قال لي يا عم انت كنت تحلم تتعادل مع بلجيكا. كنت احلم اتعادل مع بلجيكا، بس قبل الماتش ايوه انت عندك حق. لو جيت قلت لي انت هتطلع مع بلجيكا هقول لك دي نتيجه ايجابيه جدا وانا فرحان. بس على معطيات الماتش انا كنت احسن وكنت اقدر اكسب، وهو ده اللي كان مضايقني. لو انا احسن واقدر اكسب ليه ما اكسبش؟ هو دي النقطه اللي مضايقاني. وده اللي حسام حسن كان بيتكلم فيه برضه مع منى الشاذلي، بتفرج عليه امبارح، وهو بيقول انا كنت بحاول اقول للعيبه لا انت تقدر تكسب وانت احسن وانت عادي فهو فعلا حاسه ان هو بنسبه كبيره قوي بنى الحته دي اللي هي بنسبه 80% مثلا حطها في اللعيبه. عشان كده شفنا في اوقات كتيره احنا اللي كعبنا اعلى على اقوى منتخبين لعبناهم. يعني المنتخبين المرشحين توب 10 البلجيكا وارجنتين انت عملت عليهم احلى ماتشين، وانت كنت اقوى منهم في الماتشين، وانت مسكت عليهم كره في الماتشين، وانت قلت كلمتك عليهم في الماتشين. فاهم قصدي ازاي؟ حتى لو ما كسبتش الماتشين بس شكلك في الملعب انت الفريق الدوميننت، انت الفريق المهيمن. وهي دي اللي حسام حسن حطها. بس انا شايف ان احنا الماتشين ما كسبناهمش عشان ال 20% اللي فاضله دي. ال 20% اللي فاضله دي اللي هو مش قادر يقتنع، هو فرحان ان هو تعادل. وبالنسبه لي الاحتفالات الاوفر دي هي بتعمل القصه دي، الاحتفالات افورت، ودي هتكلم على الاحتفالات يعني. عشان كده خرجت زعلان. ال الايجابيات اللي هقولها في ماتش بلجيكا اكتر بكتير قوي من السلبيات، بس في سلبيات تاني ممكن نتكلم عليها. بس اللي انا عايز اقوله ان هو طلع ايجابيات كتير قوي كده انا ليه ما كسبتش. ماتش نيوزيلندا كان جميل قوي 10 على 10 لان انت كسبت، لان العبره بالخواتيم والعبره بالنتائج. عملت شوط اول يقرف بس انا كسبت وكسبت 3 كمان. ماتش ايران كان من الماتشات اوحش اللي احنا لعبناها. بعد كده استراليا عملت ماتش حلو وبرضه انت كنت مهيمن. ماتش الارجنتين عملنا ماتش عالمي 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 عالمي. شويه حاجات صغيره كانت ممكن تخلينا نفرق. عجبني قوي ان كمان اغلب اداء اللعيبه على مدار البطوله كلها كان حلو جدا. مش عايز اخش في كل ماتش فيديو هيتول قوي عشان كده انا بسكيب الماتشات، مش هتكلم فنيا في كل ماتش. بس انا بتكلم ان تاني في تغييرات وفي قرارات صغيره قوي على مدار الماتش كانت ممكن تبقى احسن وكان ممكن تفرق في النتيجه. انما اللي عاجبني قوي 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 ان اغلب اداءات اللعيبه حلو جدا. كابتن ابراهيم حسن لازم نديله اللي هو يستحقه في البطوله دي. معسكر 10 على 10 احسن بكتير قوي من معسكر كاس العالم اللي فات. انت بتتكلم دلوقتي في معسكر مقفول، ما شفناش ناس بتتكلم، ما شفناش تسريبات على اللي بيحصل جوه، ما شفناش ناس جايبه قرايبها زي كاس العالم اللي قبله، وناس داخله وناس مش عارف ايه وناس قاعده جوه وناس 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 وناس. ما شفناش الكلام ده، ما شفناش الكلام ده خالص. شفنا معسكر مقفول عليه، شفنا لعيبه مركزه، شفنا لعيبه مش مشتته باللي بيحصل بره، شفنا لعيبه داخله الملعب بتدي اللي عليها، شفنا اصابات عضليه مش كتيره ولعيبه قادره تلعب. يعني واحد اصابه زي عبد المنعم مثلا، فهو عبد المنعم اصلا كان مصاب. فاهم قصدي ازاي؟ فتوح اصلا هو على طول بيتصاب يعني، فمش قصه يعني. عجبني لما حتى فتوح اتصاب كريم حافظ نزل عمل اداء كويس. عجبني كريم حافظ مع انه عاده انا مش بقتنع بيه قوي، وهو ما كانش الاختيار اللي بعد فتوح وعشان حمدي اتصاب. وده حسام حسن اللي انا كان نفسي يبقى معايا هو اسلام عيسى، بس الاثنين اتصابوا. بس عجبني اللي هو لما نزل أدى وعمل ماتش حلو. وماتش أستراليا كان حلو. هاني يا جماعة 10 على 10 لعيب بجد. هو أنا بس هقول حاجة وأنا مقتنع بيها من زمان وكنت بخاف أقولها بصراحة، بس قلتها في كام لقطة كده. أنا بشوف اللعيب إمكانياته عالية فعلا. غلطاته كتيره في اوقات ما كان بيغلط غلطات كتيره، بس في اوقات ما كان بيديني حاجات حلوه. ومش صدفه ان كل المدربين بيلعبوه. بس هو البطوله دي يا جماعه لا غير، هو بتاع المحافل الكبيره، هو كاس، هو لعيب دولي فاهم، هو ما يلعبش في المحلي، ما يلعبش هو يديك الماتشات الكبيره قوي. كاس العالم قد ايه، حتى نهائيات افريقيا هتلاقي اداؤه حلو فاهم، غلطاته قليله. حتى الجولين اللي جابهم في نفسه يا جماعه لا انا مش شايف ان هو غلطان في اي فيهم بجد، بنسبه 100% سوء توفيق. الواد ما كانش واقف غلط، ما طلعش اللي هو بجد غلطات يعني. هي 100% سوء توفيق 100%. ارجع اتفرجوا عليهم تاني، ولا بوزيشننج الولد غلط، ولا ان هي مثلا غلطه واحده في عبد الله، لا. الولد عمل بطوله عالميه بوزيشننج دفاعيا هجوميا التكمله. اكيد ابراهيم حسن ليه دور كبير قوي. تعودنا عليه ان هو في ماتشات كبيره بيبقى موجود في الحاجات دي، بس تعودنا ان هو يديك كده ماتش كبير مش بطوله كامله كبيره، مش يبقى كونسيستنت على الكلام ده. هل ده هيكمل مع هاني لما يرجع؟ اتمنى، لان انا بشوف طالما هاني هو الاساسي وهاني هو اللي بيلعب وبيلعب للنادي الاهلي، فانا عايزه يفضل على الفورم ده.
عالمي بصراحه هاني، احسن 2 لعيبه في المنتخب بالنسبه لي هاني وشوبير، ويتحطوا من احسن اللعيبه اللي على مدار البطوله هما الاثنين. يعني من احسن 3 4 حراس في البطوله فيهم هيبقى شوبير، من احسن 3 4 باك رايت في البطوله هيبقى فيهم هاني. 100% 100% 100% يا جماعه 100%. احنا بنتكلم فنيا في الملعب بس، ما بنتكلمش ولا على اسماء ولا اعلاميا ولا اي حاجه خالص. فدي حاجه تانية كنت عايز اديها كريدت. كنت عايز اتكلم بس سريعا جدا جدا قبل ما نقفل الحلقه، هنتكلم على حاجتين بسرعه كده. اتكلم على مرموش. مرموش صعبان عليا جدا جدا جدا، وهقول على حمزه عبد الكريم برضو. مرموش صعبان عليا جدا 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 جدا. مرموش لعيب كويس قوي، قبل البطوله كنت بقول مرموش ده من اهم عناصرك، من اقوى التولز اللي عندك، الامكانيات اللي عندك في خط الهجوم. وقلت كده من قبل البطوله، قلتها مره واثنين وثلاثه، ودي من الحاجات اللي هاخدها على حسام حسن. انت بتقتله بالطريقه اللي بتلعب بيها، هتلعب بيه 9 صريحه هتقتله، هتلعب بيه لوحده قدام هتقتله. هو حتى شفت على الانترنت كتير وحد في الكومنتس قال لي يا عم هو فرانكفورت كان بيلعب مهاجم. لا، ما كانش بيلعب مهاجم صريح لوحده، كان دايما بيكون في حد بيسند عليه، كان معاه حد زي ايكيتيكي طول الماتش. دايما هو اللعيب اللي بياخد الكرة بوشه للجون وبيروح على الجون، هو ما بيلعبش لظهره على الجون، هو ما بيستلمش، هو مش محطه، هو ما يستلمش وسط 3 4 مدافعين. ودي قتلته في بدايه البطوله، بدليل ان انت كان في انهي ماتش بس فكروني كده وانا بتكلم عشان ما اقعدش بس اخر الكلام واقعد افتكر. اول ما اترمى على الشمال، ده كان ماتش ايه؟ اول ما راح على خط الشمال كل الهجمات عندك راحت من على خط الشمال، الجبهه الشمال بتاعتك كانت اقوى جبهه. شفناها في كاس مرموش لما نزل تحت مصطفى محمد، شفنا هو ازاي خطير. مرموش ما يلعبش كده. ده ادى الى فقدان في الثقه ليه في بدايه البطوله، ادى ان هو انتقد كتير قوي في بدايه البطوله. لما ابتدى يتحرر شويه وجات له فرصه او فرصتين اتصرف فيهم غلط، وده سببه فقدان الثقه تاني، وسببه ان هو توتر واتحط تحت ضغط جامد قوي، او ممكن يكون سببه كذا حاجه. بس هو تاني الكور اللي انا هلوم عليها مرموش هم فعلا كور قليله قوي اللي انا هلوم عليها مرموش، بس دي الفرص اللقطات القليله قوي اللي هو جات له الكوره في وقت هو ممكن يتصرف فيها صح. وطبعا كره الارجنتين هي الاشهر والاقوى والاهم، ومرموش فعلا لعيب كبير. وانا فعلا بص، ده مش مبرر لان مرموش لعيب كبير. بص انا هقول لك على حاجه، في حاجه هلومها على مرموش. مرموش انا باينه قوي ان انت بتقتله، هو مش يقصد، مش ان هو بيقصد، بس انا بتكلم الطريقه دي بتقتل مرموش، فكانت باينه قوي في بدايه البطوله. بس مرموش لعيب كبير، لعيب 26 27 سنه، ده مش عيل صغير، لعب في دوريات كبيره زي الدوري الالماني زي الدوري الانجليزي، بيلعب في مانشستر سيتي فريق الاقوى في البريمير ليج تحت بيب جوارديولا اللي بيعشق اللعب تحت الضغط. فانت لما تكون مضغوط تتقتل فنيا هتفضل موجود، تحاول تعمل اللي انت تقدر تعمله، ومش هتعرف تعمل كويس ماشي، بس يوم ما هتجيلك الفرصه انت عشان لعيب كبير هتتصرف فيها صح. فدي اللي انا الوم عليها مرموش، ان لا في اوقات ما جات له فرص وتصرف غلط، بس كنت حاسس وقت ما ان هو خلاص اتاخر، وقت اخر قوي ان هو يجي له الفرص دي، الوقت اخر قوي خلاص الولد اتقتل. فانا كنت شايف ان مرموش، انا عشان شايف ان هو لعيب مهم قوي 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 قوي، وكان يقدر يفرق معايا جدا 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 على مدار البطوله. كنت حاسس ان ممكن استغله احسن من كده كمان عشان قدام. حمزه عبد الكريم تحفه، كان نفسي يجيب جون طبعا بس ما جابش، كان نفسي ياخد شويه دقايق اكتر بس ما خدش. بس غير كده شابوه لحسام حسن. عاجبني قوي، عارف اللي هو ايه، ديسريجاردنج كده، احنا بنحط يعني بنشيل من دماغنا كده الكلام اللي طلع في الاعلام في وسط البطوله. انا بس ده نقطه نتكلم عليها، ده الاعلام الفاسد اللي عندك، الاعلام الفاسد اللي عندك في وسط البطوله تطلع شويه كلام على واحد زي مهيب تقريبا. عشان انا ما كنتش متابع لحد ما طلع الاعتذار بتاعه. اكتشفت ان هو كان عمال بيشتم فيه من زمان قوي، وبعد كده طلع اعتذر، شكله اعتذر مجبر يعني، شكل في حد ضغط عليه ان هو يعتذر، ما اعرفش ايه الجهه يعني. فانت ولد صغير لعب كاس عالم شباب عنده 17 سنه، برشلونه شافته، طلع اهلي فيرست تيم، 18 سنه راح يلعب في برشلونه في اللمسيه، هانز فليك واخده معاه البري سيزون. ايه العبط اللي انت فيه ده؟ فاهم قصدي ازاي؟ ايه العبط اللي انت فيه ده؟ ليه ايه الهدف من حاجه زي كده؟ نفس الكلام الصحفي اللي راح قال لربيعه بعد الماتش انت هتمسك الماتش الجاي مش فاكر مين ومحمد هاني. لا يا جماعه، وانت بتتكلم عليه من احسن لعيبه في البطوله عندك واحد زي محمد هاني، وده المفروض الصحفي اللي طالع المؤتمرات هناك اللي مع البعثه اللي بيمثل مصر. فانت بتطلع ترند في السف
سمعت ان هو بعد كده مشي وراح يعني مشوه من المعسكر وطلع بره وما يعني ما كملش تاني معاهم، ودي حاجه جميله جدا. بس ده بقى العقليات المتخلفه اللي موجوده في المنظومه عندنا اللي بتبوظ الحاجات الحلوه اللي عندك. آم، اخر حاجه ممكن نتكلم عليها الاحتفال المبالغ فيه. خلاص يا جماعه احنا كسبنا. الحفله اللي حصلت يعني ساعه العالمين والكلمتين بتوع الرئيس للجهاز الفني للمنتخب هنا تخلص. الكلمتين كانوا مهمين، شايف ان هو كانوا مهمين. انا متعود ان الحاجات دي بتحصل لما انت تكسب بطوله فعلا. فاهم قصدي ازاي؟ يعني انا لو كنت وصلت نص نهائي كنت اقول لك بس حته ان انت دلوقتي في زي حماسه طلعت وصلاح قال لك لا انا عايز اكمل. عمر مش طلع تصريح زي ده مع المنتخب، لا انا عايز اكمل وعايز اعمل حاجه مع الشباب وهنعمل حاجه احسن والبطوله الجايه هنكون موجودين ولسه هنجيب بطولات للمنتخب. في حماسه طلعت. وجود الرئيس في اللقطه دي ان هو لا البلد في ظهركم ويلا يا جماعه كملوا عشان قدام في احسن، فهنا افهمها. فاهم قصدي ازاي؟ فكرتها بالنسبه لي انا شفتها مش ان الرئيس بيكرمهم على ان هم كسبوا، بالعكس هي اكتر من انتوا عملتوا حاجه كويسه واللي جاي احسن وهندعمكم. فهي دي اللي انا عشان كده كانت عجباني او كنت تمام معاها. بعد كده يا جماعه خلاص الاتوبيس اللي دخل استاد القاهره والحفله بتاعت استاد القاهره وخلاص يا جماعه افورت قوي، احنا ما كسبناش. انت كسبت ماتش واحد على فكره انت ما كسبتش غير ماتش واحد اللي هو نيوزيلندا، انت مفيش ماتش تاني كسبته. يعني انت بلجيكا تعادلت، انت استراليا تعادلت، فانت يعني برضه ما نزلتش مننا. بس انت لما تيجي تقول لي عامه مصر في دور ال 16 في كاس العالم تحفه 10 على 10. بالعكس انا ممكن لان زمان لحد قبل المغرب البطوله اللي فاتت اعلى تاهل يعني اعلى حاجه عملها منتخب افريقي كانت ربع نهائي. غانا عملتها، كاميرون عملتها، مين تاني عملها؟ بقول لي فكروني يعني في الكومنتس مين تاني عملها. مفيش حد عمل اكتر من كده. اعتقد الجزائر 2010 عملتها ولا لا؟ لما خسرت من المانيا ده كان ربع نهائي ولا ده كان 16؟ انا مش فاكر. طب لو كان ربع نهائي هم كسبوا مين في ال 16؟ مش فاكر. ايا كان مش دي الفكره يعني، مش ده الهدف. الفكره ان هو دور ال 16 دي كانت اي منتخب افريقي يوصل 16 ربع نهائي هو عمل حاجه جامده قوي. بالعكس انا ممكن اقول لك ان انا اصعب لان انا دور 16 ده انا لاعب ماتش اقصائيات قبلك. ممكن حتى يجي يقول لي بس مستوى المنتخب في منتخبات مستواها اقل من الطبيعي لان زودنا العدد، وده حقيقي فعلا. بس خلاص دي مش قصتي انا، يعني دي مش قصتي انا دخلت وتاهلت من مجموعتي ومجموعه فيها بلجيكا من الفرق المصنفه وفيها منتخب زي ايران منتخب قوي جدا. طبعا كان عنده مشاكل وده كان في حظنا، بلجيكا مستواها كان واقع وده كان في حظنا، بس انا مش ذنبي يعني، ده مش ذنبي انا اتاهلت وتاهلت تاني، ودي مش توالت ولا اي حاجه خالص، فدي حاجه كويسه جدا. كنت ممكن اتاهل اول، كنت اقدر اتاهل اول وتاهلت تاني ولعبت دور اقصائيات دور 32 وكسبته وعملت اداء حلو جدا، ورحت لعبت الارجنتين اللي هو بطل كاس العالم ومن المرشحين الاوائل ان هو يكسب البطوله، وعملت معاه ماتش عالمي وكنت هكسبه فعلا وخرجت. المره دي مش هرجع في كلامي، بس خرجت بسبب كبير جدا 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 كان الاسباب الظلم التحكيمي. انا غلطت بس سبب كبير جدا من الظلم التحكيمي. فلا في النهايه اوفرول 10 على 10. حسام حسن برافو. في تحسن من حسام حسن ومن اللعيبه. هتكلم على اختيارات حسام حسن للمنتخب للعيبه. شفنا انتقادات كتيره قوي منها 4 حراس اللي اتقالوا عليها قبل البطوله. العبره بالخواتيم، الراجل اختياراته كانت صح. كلنا كنا غلط. انا كنت معترض على ال4 حراس برضو دول. ما استخدمناهمش، مش مشكلتي. ما حسيتش ان انت كنت محتاج حاجه وما لقيتهاش غير راس الحربه طبعا. بس احنا ممكن نتكلم في ان انت عندك نقص في المهاجمين. خلاص يا جماعه قصه مصطفى محمد اتهرت فخلاص خلصنا. ده كل حاجه انا عايز اقولها عن المنتخب. حبينا مصر جدا في البطوله. فخور ببلدي بنسبه كبيره قوي، فخور ببلدي الفتره اللي فاتت دي، فرحان جدا ببلدي عامه. اسمنا بيتردد، صحابي بره بيبعتوا لي يا جماعه انتوا اتظلمتوا، يا جماعه انتوا تستحقوا، يا جماعه انتوا منتخب قوي. اجانب، امريكان، واحد مكسيكي، واحد امريكاني، بيبعتوا لي يا جماعه انتوا اتظلمتوا، يا جماعه انتوا لعبتوا احسن، انا كنت فاكرين انتوا هتكسبوا. في وسط الماتش كان صاحبي ده بيبعت لي بيقول لي كان مع صحيح كنا في كاس العالم للانديه اللي فات وهو كان هناك وهو مكسيكي بس هو عايش هناك، وطول الماتش بيقول لي يور كيلينج، انتوا جامدين قوي، انتوا هتكسبوهم، ده انتوا فاشخينهم، ده انتوا. ولما خسر قال لي برو ديس يعني خلاص ده دي مسروقه منكم يعني. قال لي كاس العالم الجايه هتيجوا وهتلعبوا احسن، وعمال بيقول لي هتبقى فين وتعالى نروح سوا وبتاع.
وبيتكلموا عن مصر بشكل مختلف. مش بس كده، اي حته بسافرها لو شفته على الانستجرام لو متابعيني، انا كل الماتشات اتفرجت عليها بره مصر الا ماتش ايران، ما شفتش ولا ماتش جوه بلدنا. كنت دايما ببقى مسافر و لا احنا يعني اسم مصر موجود ومتسمع. فانا زي ما اقول لك فرحان، وفرحان لان بانت قوي ان الماتش اتسرق مننا قدام الناس اعلاميا، والعالم كله شايف مش احنا اللي بنقول المره دي. فدي حاجه عجباني. وتاني عجبني وحسام حسن وموقف حسام حسن سياده اللواء. وتخلص هنا الكلام، استنوا الفلوجات، اعمل شير ولايك وفولو والانستجرام وخليك متابع، لان البرنامج الاساسي اللي هو استادات العالم مع فازولينيو هيفضل موجود، وهنفضل نلف استادات العالم كلها بتيشيرت الاهلي. والكوره كانت وهتفضل دايما للجماهير. اشوفكم في حلقه جديده، في حكايه جديده، او في فلوج جديد. الله، الوطن ابو تريكه، سلام.